فقرة تعليقاتكم. رح أقرأ 3 تعليقات ورد سريع على كل وحدة. تعليق من رزان: اسمي رزان، شكراً يا رزان على الحب، القلوب وصلت وإحنا نحب دعمكم كتير، أهلاً فيكي بين المتابعين. تعليق من @هديل آلي 4592: طلعيني. إن شاء الله يا هديل، بنحاول نقرأ ونبرز تعليقاتكم دايماً، وخلي تعليقك مميز عشان يطلع في الفقرة الجاية. تعليق من نورهان ضاد 5J7: أكمل باقي الحلقات. أكيد يا نورهان، بنكمل كل الملخصات واحدة واحدة، استمري تتابعينا ورح تحصلي كل الحلقات. السلام عليكم وأهلاً بكم في قناة فيو دراما. بهذا الفيديو توقع الحلقة 21 من مسلسل اليتيم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتبخلوا علينا بلايك واشتراك، وخلونا نبلش. خلونا بالأول نذكركم بأحداث حلقة اليوم بشكل ملخص. في الحلقة 20 شهدنا تمازجاً مؤثراً بين الألم الشخصي وصراع السلطة داخل الحارة. البداية كانت بحالة من الظلم واليتم التي تأثر بها أكثر من شخصية، ثم تصاعدت الأحداث حول قضية الميراث ومنزل العائلة. قرار نقل الحصة إلى رئيس الكراكون أثار زلزالاً اجتماعياً، وأدى إلى مواجهة حادة بين الأخوين ومحاولات تدخل من أجل إصلاح ما تم التنازل عنه. الأزمة هنا ليست مالية فقط، بل تمس كرامة البيت ومكانة العائلة في الحارة. اليوسباشي بدأ بوجه طامع وواضح النية بالاستحواذ على بيت أبو جابر، وظهرت ملامح أن وراء هذا الطمع سبباً أعمق، شيء قد يكون ذا قيمة صريحة أو سراً مخفياً داخل المنزل. قرار الأب الفخر بالتنازل بدو كخطوة يائسة لحماية ابنه شكري من التصعيد أو الخدمة العسكرية، لكن التنازل فتح باباً واسعاً للتوتر والندم المتوقع لاحقاً. توقيع الأوراق لم ينهي القصة، بل بدا كشرارة لمواجهات أسرية واجتماعية أكبر. في جانب آخر تفجر النزاع الاجتماعي عندما دافع عرسان عن امرأة مسبية، مما أدى إلى احتدام الصراع مع زعيط وظهور شواهد عن عنف واعتداء داخل الحارة. هذه المشاهد أظهرت أن هناك خطوط شرف وأعراف لا تزال تتصارع مع نزعات القوة والسلطة. كذلك وقفت حادثة أبو عروم مع علياء كحدث حساس قد يجر تبعات اجتماعية كبيرة ويثير غضب العائلة، خصوصاً من خالتها، مما ينذر بتصاعد لحرب سمعة ومكانة. مشهد محاولة السرقة في منزل الزعيم أضاف بعداً أمنياً وغموضياً، ليس فقط خوف من لص عابر، بل احتمال وجود من يترصد الأسرار أو من يحاول اختراق العائلة من الداخل. ومع ظهور أعراض مرضية لابنة من العائلة واتهامات بالعين، امتزج الخوف الاجتماعي بالخوف الخرافي، ما زاد من توتر الأجواء داخل البيت وخارجه. نهاية الحلقة حملت لحظة عاطفية مهمة. عرسان يطلب يد علياء رسمياً وسط دعم من وجوه الحارة مثل أبو الليل، مما يمهد لصراع بين الرغبة الشخصية ومصالح السلطة. هذه الخطوة فتحت آفاقاً جديدة للصراع، حب يجابه تقاليد ومشاعر قد تتقاطع مع حسابات النفوذ. توقعات الحلقة 21 مبنية على خطوط الحكاية المفتوحة. مصير المنزل: تصاعد التوتر حول تنازل الأب الفخر قد يدفع أبو فايز للبحث عن حلول قانونية أو اجتماعية لاستعادة الحصة، وقد يتصاعد الصراع ليشمل تحالفات جديدة داخل الحارة أو مواجهة مباشرة مع رئيس الكراكون. تدخل رئيس الكراكون في شؤون البيت قد يفضي إلى صدام علني بين الحارة وذوي النفوذ، أو يعري صفقات خفية تغير قواعد اللعبة. تبعات تنازل الأب الفخر: الفاتورة قد تظهر، فقد يخسر أبو الفخر أكثر من حصته إذا تدهورت الأمور، وربما تدفعه الضغوط إلى إعادة الحسابات أو دفع ثمن باهظ لحماية ابنه. تحقيق في سرقة منزل الزعيم: ممكن تكشف التحقيقات عن جهة أكبر تحاول زعزعة استقرار الزعيم، أو عن جاسوس داخل الحارة، ما قد يهز ثقة الزعيم بمحيطه. شو رأيكم؟ هل تعتقدون إن مصير البيت رح ينقلب لصالح أهل الحارة؟ وهل عرسان قادر يثبت حبه قدام شروط الزعيم؟ اكتبوها بالتعليقات وأنا أقرأ أفضل توقعاتكم في الفقرة الجاية.
إذا عجبكم الملخص وفيديوهاتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك لدعم القناة، ونشوفكم في ملخص الحلقة الجاية على فيو دراما.